النمر جروب. يعتبروا كلهم ضيوف عليه النهارده، وهو كان عنده احتفاليه كبيره، او تقريبا هنعتبر ده يعتبر رد زياره لتوقيع بروتوكول مهم جدا لرعايه الرحله القادمه للكابتن المصري اللي هتبدا يوم الاثنين القادم. هتحتفل بها بسيوم كلها، وهتبقى احتفاليه كبيره جدا هتبقى موجوده بنفس المكان. فهنبدا الاول بالكابتن محمد المصري، هيوضح لنا سبب هذه الزياره النهارده، ويعرفنا او يعيد تعريف تاني لنا كده باستمرار كده في كلمه موجزه صغيره كده. اتفضل يا كابتن. الاول تحيات طبعا لكل الناس حبايبنا، كل مشاهدين قناه الرحاله المصري. طبعا اتشرفت بزياره الدكتوره شذى النمر، رئيس مجلس اداره شركه النمر جروب، والدكتور والعقيد الشيخ العقيد محمد بيسو صح، نائب رئيس مجلس اداره شركه النمر، و الباشمهندسه كريستينا. وطبعا اتشرفت باخويا وصديقي العزيز الدكتور حسن. النهارده الزياره هي طبعا احنا كنا موجودين في مقر الشركه امس، ولكن اليوم حبينا ان احنا يعني نستف امورنا كلها ونتفق على الخطط المستقبليه ان شاء الله خلال الرحله اللي هتبدا يوم الاثنين القادم. الله يبارك فيك. وطبعا زياره جميله جدا للدكتوره شذى النمر وكل شكرا كابتن محمد، حتى ليك اسلوب رائع حتى في عرض الحوار الجميل جدا. بس يعني زي ما بنستمتع بكلامك احنا بنستمتع بالرياضه بتاعتك، لكن هنترك الكلمه للدكتوره شذى النمر تحكي لنا تفاصيل توقيع الاتفاق اللي تم في طنطا في مقر الشركه، تدينا ملخص صغير كده لسبب مهم جدا خلى الشركه تبقى حريصه على ان الكابتن محمد يكون هو الشخصيه الاولى بالرعايه في هذه الرحله القادمه اللي هتبدا يوم الاثنين. وتكلمينا عن المفردات مش عايزين نعرف اتفاقيات اساسيات، لكن دور الشركه هيكون متمثل فيه بالنسبه للكابتن محمد من بدايه الرحله لحد نهايتها. اتفضل يا دكتور. طبعا كابتن محمد بطل مصر، مش بطل الغربيه بس ولا بسوق بس، لا ده بطل مصر على العالم كله. طبعا انا اتشرفت بيه كصديق الاول قبل اي حاجه، هو اخ غالي عليا جدا. انا عرفته بالصدفه، طبعا كنت متابعاه قبل كده في الرحله اللي قبل كده في السعوديه، وكنت مستغربه جدا يا كابتن المصري انت عملت ازاي كده او رحت فين وجيت ازاي. كنت انا طبعا سالتك كتير قبل كده انت كنت بتعمل ايه اصلا، بتبات فين وبتمشي ازاي. قعدت سالتني على عفاريت ومش عارف حاجات غريبه كده. هو هيحكي لنا الحاجات دي اكيد دلوقتي. طبعا هو هيحكي لنا الحاجات دي اكيد دلوقتي. طبعا شجعت ان انا ابقى معاه، لان الكابتن المصري من الناس المحترمه والناس ابطال الرياضه بتاعتهم. طبعا الرياضه بتاعته رياضه اصلا يعني انا بحبها. ان هي تبقى موجوده في مصر وان هي تبقى معروفه عن العالم يعني كله، وان هو اللي في العالم كله بالدرجه دي حاجه يعني. استنى هستاذن حضرتك في كلمه بس كده. هو انت عندكم الشركه لها مقاييس معينه في اختيار الشخصيات اللي بترعاها؟ انا اصلا شركه سياحه اصلا. تمام. طب ما عرفنا الشركه. انا عندي شركه سياحه اصلا يعني. المفروض ان احنا بنرعى كابتن المصري عشان خاطر السياحه الخارجيه والداخليه. تمام. فطبعا الكابتن المصري اصلا بيعرف مصر عباره عن ايه، ومن اول مصر لبره مصر بتعمل ايه والدنيا فيها ايه والمتاحف ايه والاراضي ايه وكل حاجه. طبعا هو ماشي بالعجل في ظل الجو اللي احنا عايشين فيه في مصر الفتره الحاليه ومن فترات قديمه جدا. الكابتن المصري معلومه لحضرتك انت اكيد عارفها طبعا، وطبعا مدرك هذا الكلام، ان دايما احنا بنتكلم عن الرحلات، ففي سياحه اسمها سياحه الرحلات. وهنقول لكلام حضرتك يعني نضيف بس نقطه بسيطه على كلام الدكتوره شذى. طبعا يعني حاضر باسمه زي ما بنقول، ولكن بظروف عمله دكتور شاذ النمر هو نائب رئيس مجلس الاداره ايضا. يعني ادانا نقطه مهمه جدا امبارح، وهي ليه راعوا محمد المصري او ليه كانوا مع محمد المصري. هم شغالين على دعم السياحه اصلا كشركه وطنيه مساهمه مصريه، مجموعه من الشباب المصري جميل دخلوا عملوا شركه فرعوا منها اقسام كتير جدا. عندهم شغالين على قسم السياحه، والسياحه الداخليه مهمه جدا، يعني هم شغالين على السياحه الداخليه. بما ان احنا اصلا عندنا قسم السياحه الداخليه ودعم السياحه ورسائل كتيره بنوصلها
اللي بره مصر مش وللمصريين ايضا، لان مهم المصريين اصلا عندهم يعني ما يعرفوش غير الاهرامات، قلعه محمد علي، ولكن في اماكن كتيره جدا في مصر ما حدش يعرف عنها حاجه. هم شغالين على القسم ده، فحتى الدكتور شادي نويل على الحته ديت، فبقيت مبسوط. يعني هم شغالين على دعم الافكار الشبابيه. بالظبط. طب حضرتك احنا دلوقتي واحنا بنتكلم دكتور شاذة، واضح ان كان اختيارك كشخصيه مهمه جدا في الحدث اللي جاي، اللي هتبقى كل الانظار متجهه له، وخاصه ان كرحله سياحيه بتبدا من مصر، تصل الاراضي السعوديه، ممكن تصل البحرين، ممكن تصل للامارات. فهنا انا هنعتبره ان انتوا كده كشركه راعيه للكابتن محمد المصري حريصه على توصيل علاقات وروابط واواصر صداقه قويه بين الدول العربيه كوطن عربي واحد. وهذا النوع من الرياضه يعيد لنا بقى الماضي القديم، ان الوطن العربي هو لحمه واحده، مكان واحد، موطن لكل الجميع، ليس هناك فرق بين مصري ولا سعودي ولا اماراتي. فتوثيق العلاقات، تاكيد العلاقه والعلاقات القائمه بين الدول العربيه بتلقى رعايه من رؤساء وجامعه الدول العربيه في اطار ما يسمى بالسياحه العربيه، اللي باديه من سنه 1945 في اطار حاجه اسمها منظمه السياحه العربيه المعلنه، واللي بالفعل بدا الكابتن محمد المصري يفعل هذا الاتفاق بشكل ضمني غير معلن، ولكن بالفعل اصبح هناك مسؤوليه على الكابتن محمد المصري ان هو بدا يفعل بند مهم جدا في اتفاقيه السياحه العربيه الموجود من 1945 منذ انشاء الجامعه العربيه لتاكيد الروابط العربيه. باستثناء ان احنا بنتكلم عن الكابتن محمد المصري ودوره في القصه دي كلها، لكن انتوا كشركه تقدم الدعم والرعايه للكابتن محمد المصري في الرحله بتاعته. هل انتوا عاملين خدنا كلام الدكتوره شاذة وفعلا عرفتنا قيمه الشركه واهميتها ودورها ومدى حبها واختيارها لشخصيه تعتبر احنا بنعتبرها هنا في بسيون شخصيه 2024 ل 23 وسط الشارع في بسيون وفي محافظه الغربيه كلها. الاستاذه تعرفنا بنفسك الاول. انا اسمي كريستينا. انا طبعا عايزه اقول ان مبسوطين احنا موجودين النهارده هنا. اهلا وسهلا بك. ده نورتوا الدنيا كلها. انا والدكتوره شاذة اول مره نيجي بسيون اصلا. نورتوا الدنيا كلها. اختيار ان الكابتن المصري يبقى الواجهه اصلا او يبقى ليه الدعم كله ده، لان هو رمز قدوه لينا كلنا وشباب كمان صغير وكبير، لانه بيناشد لعبه او رياضه كل الناس بتحبها. يمكن احنا شفناها لما الرئيس مسك، الرئيس السيسي، وعمل مهرجانات بتاعت الدراجات، فده بيكم يعني بيورينا ان ازاي هي حلوه كمان، ان هو بيقدر بيها يسافر بمسافات بعيده وبيطلع بيها من بلد لبلد لبلد. فما كانتش بس ان هي ان الرئيس يوجهنا ليها لما كان بيعمل يوم كامل مثلا ينزل بالدراجات. انت حضرتك في الشركه النمر جروب، الشركه المعتمده، الشركه الراعيه، دور حضرتك في توقيع الاتفاق مع او كان لك يعني ملاحظات او انت شايفه ان تكليف او رعايه الكابتن محمد المصري هو هدف مكسب للشركه ومكسب لمصر كلها طبعا والوطن العربي كله، لكن بنعتبره ده مكسب للشركه واستفاده مش ماديه بس، لا هي استفاده معنويه واستفاده ثقافيه، لان النوع ده من انواع الرياضات يعتبر بقى يبقى له وضع خاص. يمكن انت حتى اشرت لنقطه مهمه جدا، ان فكره الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامه الرئيس وتاكيده على دوره ودور المواطن المصري، وان ادى نموذج ومثال للكل ان يرتدي او يركب دراجه ويبدا يتحرك بها في الشارع كدراجه نظيفه مش ملوثه للبيئه، حاجه مهمه جدا فيها تنشيط للجسم وتقليل الزحام وكل ده، وهتحل مشاكل كتير طبعا. فانت دور حضرتك او المنظور بتاعك اللي انت شايفاه بالنسبه لاختيار الرحاله الكابتن محمد المصري كان اختيار يستحق اللي حصل في توقيع الاتفاق، ولا كان يستاهل اكتر من كده كمان؟ هو يستاهل اكتر ممكن يستاهل اكتر كمان. اكيد طبعا يستاهل اكتر. دي شهاده بنعتبرها بنعتبر الشهاده دي بينكم، بنعتبر الشهاده دي بينكم كناس مهمه جدا ومؤسسه للشركه، بنعتبر ان ده شهاده احنا في بسيون بنفخر بيها، والكابتن محمد كمان شرف ليا اصلا ان انا اكون والتواجد. الشخصيه الرائعه اللي موجوده بيننا النهارده
واللي يعتبر هو يعني الشخصية المنظمة، الشخصية المرتبة اللي هي تعتبر قائمة على العمل الناجح ده. يعرفنا الكابتن، عرفنا بحضرتك. العقيد محمد صحصاح، العقيد محمد رئيس صحصاح. مجلس إدارة مجموعة شركات المرور. ايوه طبعا أنا أصلا من بسوق، تمام وأعرف المصري من سنين. تمام برافو. والمصري يعني من ضمن الأسباب اللي أنا بدعمه فيها إن هو حبب ولادي في العمل. ولادي يعني من صغرهم يعني واخدين المصري قدوة ليهم. يعني ده مثال القدوة. طبعا مثال تمام، القدوة والرياضة. آه. الرياضة حاجة كويسة. طيب انت دور حضرتك في توقيع الاتفاق الاخير اللي تم توقيعه تقريبا يوم امس اللي شفناه كلنا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشبكات والمواقع كلها. فدور حضرتك في رؤيه حضرتك لهذا الاتفاق او هذا البروتوكول تعاون اللي مع الكابتن محمد مصري، تقييمك لهذا البروتوكول من وجهه نظر حضرتك كجزء مهم من الشركه الراعيه للرحله اللي هيبقى الكابتن محمد. طبعا مصري اضافه لاي مكان يبقى موجود فيه. احنا بندعمه، وعقد الاتفاق ده طبعا ما يوفوش حقه. مصري احنا ندعمه في الرحله اللي فاتت دي برضه احنا كلنا كنا متابعينه. قبل ما ندعمه في الرحله دي ما عرفناش ندعمه الرحله اللي فاتت، فالحمد لله المره دي احنا بندعمه في الرحله دي، وان شاء الله يروح ويجينا بالسلامه وكل الناس تتابعه. هنستفاد من الرحله، تستفاد من الرحله وتستفاد من مهارات البقاء في الطريق في الصحراء، الجو الفاضي ده. طبعا هيتعلموا طيب حاجات كتير. السؤال بقى لحضرتك مهم جدا. طبعا اي حد بيعمل حاجه زي كده بيبقى متوقع وحاطط احتماليات لحدوث مشكلات اثناء الرحله. فايه التخيل والسيناريو اللي انت متخيل انه ممكن يكون سبب في حدوث بعض المشكلات اللي انت ممكن تكون متوقعها، ولا دي اول مره تاخدوا التجربه دي كشركه نمر جروب اول مره تبع هذا النمط من الرياضات، ولا انتوا كان لكم تجربه سابقه في القصه دي قبل كده؟ لا وهل في تقييم؟ يعني انت هتقول لنا اذا كان في تجربه ولا لا، وفي الاخر هتقول لي برضه هتكلمني عن ان لو في احتمالات لمشكلات هتبقى موجوده، فهل انت عامل حسابك عليها ولا الموضوع عشان ما يبقاش صادر لمفاجاه كده يعني؟ لو اتخطب سلاح حاجه. خليني انا يعني بالنيابه عن قائد محمد يعني اجاوبك. طيب اتفضل. هو الفكره كلها يعني برضو يعني خلينا نحط الدكتور شادي يعني دكتور شادي ماشي. الدكتور شادي اللي هو قال ان احنا اصلا مستعدين ندعم اي افكار شبابيه، مش بس محمد المصري في اي مجال كمان. فدي حته مهمه جدا. مصر كان بدايه لينا بتاع بالظبط. يعني اول تجربه. اول تجربه تمام. الحته الثانيه هو يعني مجرد ما احنا كنا بنتناقش في الموضوع ده يمكن ما فكروش اصلا، يعني ما فكروش ان احنا لا احنا معاك يعني ده شرف لنا. الله يبارك فيك. يعني انت حضرتك ما جربتش ان يبقى فيه يعني انت يعني لما بعمل اي موضوع اي مشروع حتى لو انا عندي فريق كرة قدم هاخد بيه مجموعة مباريات، حاطط احتمالات كده هو الاحتمال الوحيد ان هو يتخطف من عفش انجليزي. لا ده ده على فكرة اولا قبل اي حاجة ترعاها عيون السماء. يا رب يرجع حاجة بسلام. ده قبل ما حد يرعاه، ربنا بيرعاه وبيحافظ عليه الاول، دي نقطة. وعلى فكرة الدول العربية الشعوب العربية شعوب متعاونة جدا بتحب بعض جدا عن كل حاجة، عندهم جدا بيحبوا، هتلاقوا حابين يعني. انا اتوقع زي ما شفت في الرحلة اللي فاتت كانوا في بوابات معينه بينتظروا الكابتن محمد وينتظروه عشان يقدموا له المساعده اللي هو محتاجها ويسالوه المشاكل. نرجع بقى للكابتن محمد لسؤال مهم. انت كان لك رحلات سابقه صحيح، والرحله القريبه اللي حصلت قبل كده كان وانت في الرحله اللي فاتت واجهتك مشاكل كتير طبعا او واجهت بعض المشاكل. عايزين بقى اصعب مشكله واجهتك، وهل انت حلتها لوحدك ولا في حد تدخل وساعدك؟ هو الاول يعني بفضل ربنا يمكن الرحله اللي فاتت ديت كان في مشاكل كتيره جدا قابلتني، من ورقيات من رسميات من درجه حراره كانت غير متوقعه من اللبس نفسه.
كنت بحاول احل مشكلتي بنفسي، لان لما بدخل حد في مشكله بتاخد وقت، ما بقدرش ان انا احلها لانها بتاخد مسار تاني. اتعلمت حاجات كتير جدا في الرحله الاولى، ان شاء الله اتمنى ان انا ما في اخطات فيها اتمنى ان انا ما اكررهاش تاني. بحاول بقدر الامكان ان انا اخد احتياطاتي في بعض الامور اللي هي تخططني. الرحله دي كمان يمكن بدعم من شركه او مجموعه شركات النمر جروب وبعض الاصدقاء فيها، فالموضوع يعني هيفرق معايا. يعني دايما احنا بنشتغل اصلا على اكتر من جانب، الجانب المادي والجانب المعنوي والجانب النفسي. الجانب النفسي ده مسؤول انا عنه. احنا بنسال برضه هقطع حضرتك. اتفضل. بستاذنك بس في نقطه مهمه جدا، انا عايزك تقول لي موقف كان صعب جدا واجهك ووصل بيك الحال ان انت يعني ما بقتش قادر تحل المشكله، رغم انت فاكر كل المشاكل اتحلت، بس وصلت لنقطه ليه اللا عوده او اليأس من حل المشكله. موقف واحد بس ذكرنا بيه، يعني عشان بس الساده المشاهدين وهم بيسمعونا كده يعيشوا معانا الموقف ده يعني احنا ممكن اللي نسجل فيديو تاني غير الفيديو ده، علشان ده لو قعدنا نحكي عن الموقف، فهو الموقف اصلا هو موقف واحد، ولكن والموقف تفاصيله كتير. تفاصيله كتير، يعني ممكن اصلا نحكي فيه حوالي انا ساعه. هسألك انا بقى سؤال. اتفضلي. انت مبسوط بالبروتوكول والعقد اللي انت مضيته معانا؟ يعني انت مبسوط في وسطينا؟ كلمه الدكتوره سيدة قالتها، الموضوع مش موضوع عقد وبروتوكول، ولكن هو فكره ان يمكن العقد ده يخلينا مرتبطين اكتر ببعض شويه. مبسوط لان يمكن قلتها لحضرتك امبارح، يعني ان احنا اصلا حاسس ان الشركه مع الستاف مجموعه العاملين فيها كلها، هو فريق العمل كله. سيبك من اللي بيقول لك اسره، لا احيانا الاسره دي بتنقل شعارات، بس اللي انا بشوفه بصراحه لا، ده هي اسره اصلا، يعني اسره اللي هو يعني مفيش يعني لا كله مع بعضه. الروح حلوه. اتمنى لهم طبعا التوفيق، اتمنى لهم التوفيق، لان لما ربنا وفقهم ويكونوا في مكان اعلى واعلى من اللي هم موجودين فيه، اكيد انا كمان كمحمد المصري احد المستفيدين من الرعايه هكون معاهم في مكان تاني، فبالتوفيق طبعا ليهم، وان شاء الله اللي واضح على فكره، واضح جدا ان احنا كما اننا اكتسبنا محمد صلاح كرياضي كبير في سماء الكره العربيه والمصري، فاكتسبنا المصري ايضا في طبعا مجال رياضه ثانيه خالص. بقى الشخص اللي بترقبه عيون كل المصريين من شمال مصر لجنوبها من شرقها لغربها، بقى الكل مهتم بيه. وفريق العمل انا شايف برضه النهارده فريق العمل موجود، دكتوره شذا، الاستاذه كريستينا، الدكتور محمد صفصع. انا شايف كده ان فريق العمل فريق متكامل، فريق وقع معاك عقد رعايه، ولكن انا شايف ان هم بيرعوك نفسيا ومعنويا قبل اي حاجه خالص. وده يعتبر تشجيع، ويعني هتبقى اليد باليد متحده، والكلمه هتبقى المعنويات بتاعتك عاليه جدا من اللي واضح معانا النهارده في محتوى اللقاء. ويمكن نتمنى ان يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله يكون في احتفال كبير جدا بتوقيع اللجنه، وبنشكر كل الساده اللي كانوا موجودين معانا النهارده، الدكتوره شذا، السيده كريستينا، الدكتور محمد صفصع، الكابتن محمد المصري، ومعكم حسن شتا مقدم البرنامج، والى وعد